مرحبا وسهلا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا. تحياتي لكم. حاولوا من فضلكم تشاركوا الفيديو. هذا الزوال. مرحبا عليا، مرحبا، تحياتي لكم. إذا شكرا، مرحبا، والله يسهل وهلا بكم. نبدأ بإذن الله، نبدأ بإذن الله. حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم، حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم وعدلوا جيم للصفحة. الصوت مخرشش؟ اوكي. نتمنى يعود الصوت الآن جيد. الآن كان الصوت جيد ولا لا؟ اوكي، شكرا. الآن اوكي. إذا حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم وعدلوا جيم للصفحة. مرحبا بكم جميعا. مازال هناك خلل في الصوت؟ اوكي، طالب الحق، نعم، جيد، اوكي. إذا شفتوا من خلال العنوان المحتجزون المغاربة في المغرب. المحتجزون المغاربة في المغرب. العنوان يبدو يعني غريبا، خاصو شوي الصوت لا زال يعني ما هو واضح. الصوت فيه مشكلة. الآن شي يقول 5 مازال مخرشش. واضح، اوكي، الآن واضح. إذا كيف قلنا من خلال العنوان يبدو العنوان شوي غريب، يعني المحتجزون المغاربة في المغرب. معناه على أنه الشعب المغربي بشكل عام، وحينما أقول الشعب المغربي، الشعب المغربي اللي يعني ضحية النظام هو محتجز. يعني ما عنده حرية. معناه محتجز على أنه ممكن إذا فتحت الحدود اليوم، إذا فتح النظام الهلكي الحدود أمام المغاربة، ما يبقى ولا مغربي إلا طبعا المجموعة القليلة المستفيدة من النظام. معناه على أنه المغاربة الآن في وضع احتجاز. المغاربة في وضع احتجاز. شي يقول الصوت جيد، شي يقول واضح، شي هو واضح. اوكي. اذا المغاربة في وضع احتجاز. إذن المغاربة الآن في وضع احتجاز. انطلاقا من ماذا قلنا هذه الخلاصة؟ قلنا على أنه المغاربة في وضع احتجاز لأن الأوضاع اللي تخلي الناس يعيشوا في بلد معين ما هي العيش الكريم، هي الديمقراطية، هي الحق في الشغل، هي الحق في حرية التعبير، هي التنمية،
هي الأشياء كاملة اللي تخلي الناس يعيشوا في مكان ما هو بالضرورة يعود وطن والله ما هو وطن، لأن وطن الإنسان في المكان اللي يلقى فيه لا نعدوا البلوك، ولكن بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم. لا خليهم درك، خليهم الفرصة الأخيرة يعبروا. إذن المكان اللي يوفر لك العيش الكريم، المكان اللي يوفر لك الديمقراطية، المكان اللي يوفر لك الحق، هو اللي يخليك تعيش فيه. لكن اليوم هل هذه الأشياء متوفرة في المغرب؟ هل هذه الأشياء متوفرة في المغرب؟ هل هذه الأشياء طبيعية في المغرب، موجودة بشكل طبيعي بدون ضغط ولا بدون فضح؟ هل الآن المغربي إذا خيرت بأن يبقى في وطنه وخيرت بين الحريق في البحر، يعني لما نقول الحريق في البحر يعني أنك راك حياتك حطيتها في الخطر، يعني حياتك تقدر تفقدها في البحر. هل المغربي اليوم وخصوصا فئة الشباب اللي قدامها الحياة، اليوم إذا فتحنا له البحر وقلنا له هاجر، واش لا يبقى حد في المغرب أم لا؟ لأنه كاين فئة تريد أن تصور المغرب على أنه جنة، وأن الناس اللي موجودين فيه أنهم موجودين وقاعدين فيه لأنهم يبغوا النظام السياسي، وأنهم يموتوا على الملك، لأن ذاك الشيء كامل مختصر في الملك. النظام السياسي كامل في المغرب مختصر في شخص واحد، يعني كل هذه الملايين من البشر في المغرب مختصرة في شخص واحد، هو استغفر الله الإله الذي يحكم المغرب. يعني إله واحد استغفر الله العظيم الكريم هو الذي يحكم المغرب، وهو الذي يعني يجب الناس كاملة أنها يعود هو مرجعها. وكل شخص يعني ما عنده هذا المرجع فهو شخص خائن ومسترزق ومن العبارات اللي يستعملها طبعا فئة العياشة. إذن واش المغاربة محتجزين أم لا؟ هل المغاربة اليوم محتجزين في بلدهم أم لا؟ الجميع متأكد على أنه المغاربة محتجزين في وطنهم، وأن الذي يحتجزهم شكون هو؟ الذي يحتجزهم هو النظام السياسي اللي فشل في تدبير أوضاعهم، فشل في توفير قضاء عادل لهم، فشل في تنمية مدنهم وقراهم، فشل في تشغيل شبابهم، فشل في توفير العيش الكريم بشكل عام، على الرغم من أنه نعطات له عقود وعقود 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 من التدبير، ولكنه في النهاية خرج بالفشل الذريع. اليوم المغرب كامل مبني على الاحتجاجات، الفئات كاملة في المغرب تحتج، اللي يشطح، اللي يردح، اللي يغني، اللي شيفور، اللي أستاذ، اللي محامي، اللي قاضي، اللي صحفي، الجميع احتج في المغرب اليوم. الجميع يقول اللهم إن هذا منكر، الجميع داير يدعو على قلبه، لأنه مو عارف الواقع الذي أو المستقبل الذي ينتظره. جميع الفئات كاينه الفئة اللي مستفيدة راهي بخير وعلى خير، ما حاسة قاع بالوضع اللي موجود عليه المجتمع، لأنها طبعا عندها المسروقات يسرى، عندها الثروات مكدسة، عندها ما يكفيها للعيش لعقود دون أن تحتج، دون أن تمد يدها للنظام. لكن العموم من المغاربة في وضع صعب جدا، ولو خيروا بأن يبقوا في المغرب اليوم وبين أن يركبوا قوارب الموت، لا ركبوا قوارب الموت من أجل الذهاب إلى الدول الديمقراطية وإلى الدول التي تعتبرهم يعني بشر. مناسبة هذا الكلام
هو مشهد شفتوه اليوم من خلال فيديو رانا نشرناه في الصفحة. هو السيكوريتي كذلك يعني محتجين، واحدين مطرودين اليوم كذلك في المرسى المحتلة، راهم مطرودين مساكن بعائلاتهم. إذن في الجميع، جميع الفئات، ما كانش فئة اليوم اللي يشطح واللي يردح في المغرب واللي كان هاز البندير واللي كان هاز التعريجة واللي كان والممثل والفنان والمخرج والصحفي والمحامي والقاضي والبوليسي والدركي والمخزني، الجميع يحتج لأنه ما كان قانون، إذا مناسبة هذا الحديث هو فيديو شفته اليوم ل 107 مغربيات كانوا عالقات أو كنا عالقات في سبتة منذ 7 أشهر. منذ 7 أشهر حينما يعني أغلق معبر سبتة، بقات هذه 107 من النساء في سبتة بقاو عند النصارى، بقاو عند واحد الرقعة جغرافية بينها وبين المغرب أمتار، ولكن هذه الرقعة الجغرافية فيها الديمقراطية، فيها حقوق الإنسان، فيها حرية التعبير، فيها العيش الكريم، فيها أنك وبير قالوا الفرنسيين يعني في أدنى المستويات ممكن على أنك تعيش، المهم توكل وتشرب وتسكن، وهي لا تفصلها سوى أمتار عن الزريبة. وإلى مرقت من هذه الرقعة الجغرافية ودخلت إلى الزريبة تلقى العكس، على الرغم أن هي أرض واحدة قسمتها فقط الحواجز الاستعمارية، ولكن لما تذهب لسبتة تجبر كل شيء، تمرق من سبتة وتجي للزريبة تجبر لا شيء، تجبر الواقع اللي خليته وراك ينتظرك، لا تغيير لا تبديل. هذو النسوة المغربيات اللي كانوا عالقات في سبتة، اللي هما 7 شهور وهما بعيدات عن أهلهم، اللي هما 7 شهور وهما ينادين بغينا نرجع للمغرب، دجاجته، جلالته، أمير المؤمنين، ما نعرفاش، إننا نعاني، بغينا نرجعوا لسمو، راه توفاونا العائلة ديالنا، راهي ما نعرفاش. المهم 7 أشهر وهما يطالبوا بالعودة إلى الزريبة، وكأن هذه الزريبة لا ترحل، واكلين شاربين ساكنين فم، والطبيب إلا جاب الله طاحوا، جاتهم كورونا ولا جاهم شي مرض يعالجوا على الأقل. المهم هذو 3 مسائل موجودة. هذو 107 النسوة اللي كانوا في سبتة رجعوهم بعد الضغط 7 شهور وهما يبكوا عند النصارى، وباغين يرجعوا عند المسلمين، اللي يحكمهم أمير المؤمنين ديال آخر الزمان، ديال نهاية العالم. رجعوهم أول ما حطوا كراعهم، أول ما حطوا الخطوة الأولى في الزريبة، عاش لمالك وسبتهم ليليا مغربيتين والصحراء المغربية. هذا أول ما حطوا كراعهم، هما 7 شهور وهما أفهمهم ينفتحوا إلى السماء باش يرجعوا للزريبة، اللي الزريبة أصلا نظامها ومسؤوليها اللي ما عندهم لا كفاءة لا مهنية لا قيمة، ولا ما كانوا يستطيعوا أنهم يردوا هذو النسوة إلى وطنهم، لأنه النظام السياسي هش ما عنده ولا قوة. في الصورة اللي يعطيك يقول لك وأنا نظام وأنا كذا وأنا في موقع استراتيجي وأنا دولة استراتيجية وأنا كذا وأنا عندي مكانة في العالم وأنا عندي مكانة إقليمية وأنا نمشي للمالي وكذا، وباغي نحل مشكلة ليبيا، وباغي يحل حتى مشكلة ليبيا، ما حل حتى
مشكلة الناس اللي عنده اللي يموتون جوعا، باغي يحل مشاكل ليبيا، باغي يتوسط في ليبيا، هو باغي يحل مشاكل الليبيين، باغي يحل مشاكل الليبيين ويوفر لهم الفنادق وخمسة نجوم والأكل والشرب، ويخسر عليهم في النهار الملايير، يخسر عليهم في النهار مليار ولا أكثر في إقامتهم وفي أكلهم وفي شربهم. قد خلصت عليهم الطيارة، وانت يخليك انت كمواطن بسيط تموت بالجوع وتحتج قدام المؤسسة الفلانية وموت انت ولادك. ولكن هو خاصه يجمع الليبيين من أجل باش قالك يحل مشكلتهم في بوزنيقة. بغا يحل هو مشكلة ليبيا ويخلي مشاكل المغاربة. هذا النظام لأنه عنده واحد سكيزوفرينيا غريبة جدا، يعيش بشخصيتين، يبغي يبين بأنه هو كاين على الأرض، كاين على المستوى العالمي، وأن له قيمة وأن له دور، وهو في الواقع مواطنيه اللي يتكلم معهم نفس اللغة ويفهم عقليتهم ويستطيع أن يحل مشاكلهم بسهولة. لا يستطيع. فاشل. ولكنه يدعي القوة، دوليا يدعي القوة. إذن حتى مع إسبانيا لم يستطيع أن يمارس قوته التي يدعي باش يعيد مواطناته منذ 7 أشهر، واللي كانوا في سبتة، واللي موجودات وحدة ثانية كذلك في مليليا. ولكن هذو لما رجعوا مباشرة حطوا كرعيهم بقاو تسمعوا دراك تسمعوا عاش الملك، ملكنا واحد محمد السادس، ملكنا واحد محمد السادس. سلطة وبليلية والصحراء مغربية، سلطة وبليلية والصحراء مغربية. عاش الملك. شوف واش مازال تسمعوا عاش دجاجته. هذاك تشوفوا ال7 شهور هما مظلوم مسكين. إذن هذا مشهد في الحقيقة شيء نقول لكم مضحك. وكم من واحد من المغاربة اللي يقول لك لو كنا احنا في مكانهم وكنا في سبتة ما نرجعوا.
ما نرجعوا، يعني نقعدوا في بلاصتنا، نقعدوا في هذه السبته، هذه السبته اللي عطاتنا 17 وحنا ناكلوا ونشربوا وساكنين دراك نكروها. عاد سبته مغربيه ومليليه مغربيه والصحراء مغربيه والله ينصر سيدنا والصرع عاش الملك، صافي نكرو. ولكن رجعوا للزريبه، انتظروا لهم واحد السيمانه 10 ايام وتشوفوا هما اللي كيفاش لا يكون واقعه. اذا هذا السكيزوفرينيا عند الانسان اللي يعني تشبع بالعبوديه، لان هذا النظام يشتغل على العبوديه. هذا نظام يقضي معظم وقته فقط في تكريس العبوديه. العبوديه خاصها تكون في الاداره، خاصها تكون في الاعلام، خاصها تكون في الاقتصاد، خاصها تكون في الاقصار، خاصها تكون في البوليس، خاصها تكون في الجدارميه، خاصها تكون في القوات المساعده، خاصها تكون في المخابرات. العبوديه يعني الدستور الذي يشتغل عليه النظام ليل نهار ويصرف عليه اموالا طائله ويصرف عليه ملايير طائله، هو نظام العبوديه. في القرن ال21 في 2020 لا زال هذا النظام يصرف على العبوديه، ويستطيع أن يكرس كل أمواله من أجل إدامة العبودية لدى المغاربة. ولأنه يعرف بأن المغاربة النهار يتخلصوا من العبودية، النهار اللي يتخلصوا من فكرة العبودية، أنك الملك هذا ما خاصو يدخل عندك في اللاوعي، ما خاصو يقعد عندك في اللاوعي. أنت يا أخي مواطن، ياك أنت مواطن، أنت كمواطن، هذه مواطنة، هذه دراك راه هو اللي شردها، راه هو اللي كان لها فلوسها، هذه اللي هو اللي خلاها تخدم في المعبر، هو اللي خلاها تخدم في سبته، هو اللي خلاها ترفد لمانط وترفد 20,000 مانط على جسدها النحيف، واللي خلاها يعني يدحوها الحرس الإسباني ويعنفوها من أجل باش ترجع بلقمة عيش في المساء، بالرغم أنها قصة تكون كمواطنة معززة مكرمة في بلدها، عندها الضمان الاجتماعي، عندها السكن، عندها المساعدة على السكن، عندها باش تعيش، عندها باش تحس بأنها إنسانة. لكن هذا النظام شو يعدل لك؟ يسلبك كل حقوقك ويمارس عليك العبودية وينتقم منك شر انتقام، ولكنه يفرض عليك على أن تعبده. وخا هو مجردك من حقوقك خاصك تعبدو، وإلا ما عبدتو ينكل بك، وإلا ما عبدتو يشهر بك، إلا ما عبدتو يحبسك، لأن اليوم اللي يعتقلون من طرف القضاء المغربي بسرعة وتفبرك لهم الملفات هم الناس الذين رفضوا أن يكونوا عبيدا للنظام أو عبيدا للوبيات النظام اللي تستقوي على البسطاء. ولكن هذا النظام اللي يستعبد المغاربة لا يضيع أي فرصة من أجل وصف الصحراويين الموجودين في مخيمات العزة والكرامة بالمحتجزين، في عقله على أن الصحراويين الموجودين في مخيمات اللجوء والذين يعني أرغموا على مغادرة ترابهم بعدما هجمت عليهم الآلاف من المغاربة الذين سيروا كذلك بالعبودية فيما يسمى آنذاك بالمسيرة الخضراء، هؤلاء كذلك هو بالنسبة له أنهم محتجزين، وأنه إذا فتحت المخيمات لن يبقى أي شخص من أجل أن يعود إلى هذه الجنة لينعم بالجنة مع بقية المغاربة الذين ينعمون بالجنة. وهل المغاربة ينعمون بالجنة؟ هل المغاربة ينعمون بالعيش الكريم في هذه الزريبة على طول امتدادها؟ لا يستطيع الجواب على هذا، لا يستطيع الجواب. ويمكن أن يصرف الملايين كيف قلت لكم من أجل أن يروج هذه الفكرة على أنه الذين يوجدون هناك محتجزين، وأنكم أنتم المغاربة أحرار، وأن هؤلاء الذين يوجدون في المخيمات يريدون أن ينعموا معكم كذلك بالحرية وسيعودون في أي لحظة، وأننا نحن نصارع من أجل أن يعودوا ليمارسوا معكم الحرية الموجودة في المغرب. أي حرية؟ أين هي الحرية التي تتحدث عنها؟ إيش من حرية؟ إيش من حرية؟ ويستعمل كل آلياته كذلك بما فيها آليات العياشة الذين يمضون نهارهم كله من أجل باش يبينوا. تحية النيابة العامة
سمع. تحية للوكيل العام للملك باستئنافية العيون الذي أعلن فتح تحقيق مع حميرة حيدر كما سمتها الأستاذ العلوي، وفعلا اسم على مسمى. اللي بغينا نقولوه حنايا صفحة جنود الفيسبوك تنبين الحقيقة. يعني اليوم مع الأستاذ العلوي غنبغيو نعرفوا شكون هي أمينة حيدر أو حميرة حيدر، وشكون هما الناس اللي كذا ومنين جات واش كذا. يعني ناشطة صحراوية دولية حازت على جوائز دولية لحقوق الإنسان وتستقبلها المنظمات الدولية في كل مكان دفاعا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويعلمها العالم، وركعت أنف النظام وحكت خنيفراته مع التراب. امرأة واحدة لأن هذا غير بيدوفيل، واحد البيدوفيل في مراكش معروف ببيدوفيليته، ومن أجل أن يحمي نفسه من أي محاسبة في دولة الزريبة التي تحمي البيدوفيل، فإنه يسبح ليل مساء أو صباح مساء من أجل التقرب إلى سيده، من أجل التعياشية. هذه السيدة التي ركعت النظام والتي حكت خنافر في التراب يسميها بحميرة حيدر. لماذا؟ لأنه ما عنده ما يناقش شيء يناقش. التجريح سهل، نظام مبني على التجريح، نظام مبني على أنه هذوك محتجزين وهذوك في الشرذماء وهذوك المسترزقين وهذوك حاشاكم البوليخاريو وهذوك ما نعرفاش. يعني غير التجريح، ما عنده لغة يقد يتكلم بها، ما عنده ولا شيء أفكار يقد يتكلم بهم، ويعتبر أنه أسهل وسيلة هي أنه يجرح في الشخص الذي يتحدث عنه، والله الجهة التي يتحدث عنها. لكن نحن نتكلم عن المعلومات. هل المغاربة اليوم أليسوا محتجزين في المغرب؟ وهل إذا فتح النظام حدوده هل سيبقى مغربي واحد في المغرب؟ افتحوا الحدود 24 ساعة وقول لهم اللي يبغى يمشي لأوروبا يمشي، وشوف واش يقعد معاك ما حد. بما فيها هذا البيدوفيل سيجمع حقائبه ويذهب إلى حيث الديمقراطية، لأنه هو ما يعرف الديمقراطية. لا قاعد يدور في الجامع دفنا إلى لقى شيء أطفال ولا شيء معروف. والإنسان فعلا لما يعود عنده واحد عقدة الشرعية ينظر إلى الناس الآخرين كاملين على أنهم عندهم مشكلة الشرعية، وهو في الحقيقة هو اللي عنده مشكلة الشرعية. إذن بدل على أنه يناقش الأفكار يكذب ويتكلم عن واحد الخطاب موجه لمن؟ واحد الفئة من المغاربة اللي مازالت مقلوبة عليهم القفة، واحد الفئة من المغاربة مازالت مقلوبة عليها القفة. شيء طبيعي أنه يتم يكرر عليهم راه هذوك محتجزين وراه هذيك وراه فعلا حنا النيابة العامة. ايش من النيابة العامة عندكم في المغرب؟ وفلتقوا من النيابة العامة بمعاقبة أمينة حيدر إذا كانت فعلا نيابة عامة، وسترى بأم أعينك ماذا ستفعل نيابتك العامة. سنرى ماذا ستفعل نيابتك العامة التي تتبجح بها ليل مساء، والتي يعني رميت للاستهلاك الرأي العام المحلي على أنه وراء كائن قانون. إيش من قانون؟ أين هذه النيابة العامة من حقوق المغاربة التي تنتهك كل يوم؟ فين هي هذه النيابة العامة؟ لا يستطيع النيابة العامة أن تخرج بلاغات وأن تقوم بواجبها؟ واش تنتظر النيابة العامة حتى يتكلم الصحافي ويتكلم فلان ويتكلم فلان وتهاجم الصحافة من هون ومن هون لأنكم شايفين بأن المغاربة ما تلاقوا مصدقينكم فتعدلوا مالي مسرحية باش كانوا يصدقوكم؟ باش نبينوا الصورة الحقيقية. تحية لك أستاذ علوي فطوي. السلام عليكم إخواني. هذه فرنسا، هذه ترى الديمقراطية هنا في فرنسا ولكن تنساها حينما تتحدث عن سيدها. تحياتي لكم خوتي. الموضوع ديالنا اليوم كيف قال الأخ كمال، وتحياتي لك خي مصطفى، تحية كبيرة وشكرا على الاستضافة كما وعدتنا دائما الحمد لله. والثاني كذلك في بلجيكا. الاستضافة وحنايا كنشكرك بزاف أخي. والبيدو
بالنسبه للموضوع اليوم غيكون تتمه الموضوع ديال البارح اللي هو طبعا حول الصحراء المغربيه، لان هذا الموضوع هو موضوع عزيز على قلب المغاربه كاملين، وبالتالي وقدروا فيه مباشر كل نهار ما غاديش يكفينا وما غاديش نشبعوا. علاش؟ لاننا من خلال هذه المباشرات طبعا حنا كنستنكروا هاد التصرفات، كيف نقول لكم هاد التصرفات اللا مسؤوله اللي كتوقف اللي كاينه في معبر الكركارات، وحنايا وكذلك من خلال هذه المباشرات كنعبروا التشبث ديالنا بالاراضي الصحراويه ديالنا وبالصحراء المغربيه، وكلنا وراء جلاله الملك. كيف قال الله يغفر ويطول لنا في عمره اننا ما يمكنناش نفرطوا ولو في حبه رمل من الارض ديالنا ديال وطننا الحبيب. فاذا جيتي ولا سمحتي ولا الاخوان والاخوات، فعلاش بالضبط زعما دابا علاش الان علاش هاد الظرفيه ديال يعني هاد الظرفيه الاخيره صعدت يعني مجموعه من الاحتجاجات هما تيقولوا مدنيه وهي ماشي مدنيه لانها بفعل فاعل وهي كتحركهم هما غير بيدق يعني في يد النظام العسكري. واقول لمن يعيد نشر مباشراتنا نعم انه النظام العسكري، لاننا نحن ما مولينش من عند هذا النظام، فاننا تنقولوا كلمه حق تندافعوا على الوطن ديالنا الحبيب، لان حنا عندنا وطن الحمد لله وعندنا انتماء كندافعوا عليه وعندنا ارض كندافعوا عليها وكنعتزوا بالانتماء ديالنا الحمد لله. هذا بين قوسين. لابد خاصهم يتكلموا عن الجزائر، وقالت الجزائر وعدلت الجزائر وفعلت الجزائر، وانهم هم ابرياء ما شاء الله، ابرياء جدا، وانهم يعني ما يتخلصوا على هذا الشيء اللي يقوموا به، وانهم فقط يعني يتركون اشغالهم ويأتون للدفاع عن سيدهم مجانا لأنهم يحبون سيدهم ويموتون على سيدهم، وهم يعيشون في الدول الديمقراطية. هذه تعيش هنا في فرنسا وتحصل على كل ما يتوفر للفرنسيين، ولكنها تحب سيدها المسكينة، تموت على سيدها المسكينة. هذا سيدها مسكين، يعني هذا الرجل الفضيل، هذا الرجل الفاضل الذي يعني ما شاء الله قدم الحرية للمغاربة وقدم العيش الكريم للمغاربة، ويموت على المغاربة ويعالج أطفاله كما يعالج المغاربة، ويهتم بالمغاربة كما يهتم بأسرته الصغيرة ما شاء الله، وذلك واضح ما شاء الله، الجميع يعني مقتنع به. هذه الحقيقة. الصحراويون ليسوا محتجزين في مخيمات العزة والكرامة. الذي محتجز في نظام الزريبة هم الملايين من المغاربة الذين ينكل بهم هذا النظام الهلكي. الملايين، ما هو إلا واحد ولا اثنين، ما هم الآلاف، الملايين من المغاربة محتجزين في أرضهم من طرف هذا النظام الذي يجب أن يرحل وسيرحل باش بأخطائه، بعدم قدرته على التدبير، بفشله الذريع، بساديته، بعدم احتكامه للقانون، بسرقته لمدخرات الشعب، بتنكيله بالأحرار. لذلك سيذهب، لهذه الأسباب سيذهب، وسيبقى العياشة يتنابحون من ورائه ويبكون ويمسحون دموعهم. تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.